مع بداية تشرين بتبلش الحكاية. ريحة الأرض بتفوح وكأنه الطبيعة عم تتنفس من جديد. نسمة خفيفة بتمرق بين الشجر بتحمل معها ريحة الزيتون، ريحة الضيعة، ريحة الخير. ناس نازلين على الأرض وجهن مضوي بالشمس، كل حبة زيتون عم تنقط كأنها جزء من حكاية عمر، حكاية أهل بيزرعوا الأمل وبيحصدوا بركة. بس القصة الحقيقية بتبلش بالمعصرة، لما الزيتون يبلش ينعصر وبتفوح هالريحة يلي بتخترق القلب. هونيك كل نقطة زيت بتنزل مثل ذهب سايل، ذهب لبنان الأخضر، وكل نقطة تحمل معها تعب سنة وتعب أجيال. يمكن المعاصر الحديثة أسرع، بس المعاصر القديمة إلها سحرة. ريحة الزيت، صوت الحجار، وضحكة الناس، كل شي فيها بحسسك إنك ببيت، إنك بتراث بجذور ما بتموت. موسم الزيتون مش بس موسم، هو نبضة من قلب لبنان، هو الخير يلي ما بينقطع، والبركة يلي بتفوت على كل بيت مع أول نقطة زيت. موسم الزيتون هو مش بس تعب وحصاد، هو أرض بتنادي ولادها كل سنة، وبظل كل الصعوبات بيبقى الزيتون رمز الصمود، رمز الأرض يلي ما بتموت. من قلب تشرين، من قلب لبنان، منقول يبقى الخير وتبقى البركة مثل الزيت، ما بتنشف وما بتخلص.